كذبة أبريل. حضرت لكم كذبة أبريل. ازيكم؟ كيفكم؟ كل سنة وانتم طيبين ونعاد عليكم باليمن والبركات، وإن شاء الله سوداننا الحبيب يرجع أحسن من أول، ونرجع بلدنا وننعم في خيراته. وإن شاء الله تكون يعني طلعتوا من رمضان ممن غفر لهم، وربنا يتقبل مننا صيامنا وقيامنا طيلة الشهر الكريم. حبيت الليلة أعقب على الفيديو اللي كان نزلته وقلت إنه أنا شهر رمضان عايز أعمل فيه برنامج بتاع تخسيس، وحأظهر لكم، حطلع لكم النتيجة في العيد. هي ما كانت كذبة أبريل، لكن بهزر معاكم. في الحقيقة أنا فعلا بديت الموضوع، كان في إعلانات بصورة رهيبة عن منتج كان في كل التطبيقات بتاعت السوشيال ميديا، عن هي حبوب كبسولات بتعمل على سد الشهية وبتزيد الحرق وبتنزل الوزن في الأسبوع يمكن 3 كيلو أو 4 كيلو. وطارحينها في السوق دكاترة، يعني دكاترة بتاع أخصائي تغذية يعني، واتكلموا عن المنتج دي بصورة، وطلعوا ناس عملوا إعلان عنها، وطلعوا مشاهير اتكلموا عنها وكده. فأنا تحمست للموضوع وقلت أنا أجرب وأشوف. يعني أنا قبل كده عملت دايت ونزلت، يعني نزلت وزن نزول شديد، يعني الموضوع ما صعب عليه، لكن كنت دايرة شنو؟ كنت عايزة أشوف هل الإعلان اللي أنا يعني ما حصل أنا يعني بعمل إعلان لمنتج إلا إذا كنت جربته، أو إذا كنت شفت منه نتيجة حلوة. يعني حتى بعض مرات بتجيني منتجات شعر، منتجات بشرة كده، بيقول لي الناس اعمل لنا ريفيو، لكن أنا صراحة عشان أكون صادقة مع نفسي وصادقة مع الناس اللي أنا بعمل لهم، لازم أنا أكون مجربة وشايفة نتائجه فعلا. فشلت الكبسولات دي، وطيلة شهر رمضان أنا كنت بجرب فيها على إنه أنا أصل النتيجة اللي كنت عايزاها. ولكن للأسف الشديد كل مرة كنت بروح بوزن بلقى إنه ميزاني ثابت ما يتغير. فتواصلت مع الدكتور اللي كان متابع معاي، فكان ما في مشكلة، يعني ما في مشكلة من أي ناحية، لكن المنتج ما كان فعال. يعني هي كانت تجربة كويس، وكانت تجربة أثبتت لي حاجات كتيرة. أثبتت لي إنه أول حاجة المصداقية بتاعت الناس في الزمن ده، واثبتت لي انه ما اي حاجه احنا بيتم عنها اعلان معناها هي بيرفكت، ومعناها هي يعني مجربه ونتائجها ملموسه حقيقه. ويعني ما نصدق الاعلانات يا جماعه على المنتجات، وخاصه الحاجات المرتبطه بالصحه، لانه يا جماعه الصحه دي حته حساسه شديد، ما بتتحمل احنا نجازف باي حاجه يعني تضر صحتنا. تمام. فالمهم انا خدت التجربه، والتجربه ما ادت اي نتائج، ووزني ظل ثابت. انا فيما بعد يعني اكتشفت انه لا، يعني دي ما الطريقه الصحيحه اللي انا بنزل بها وزن. انا الطريقه الصحيحه لازم نزول الوزن يكون بطيء، ويكون بمعدل طبيعي، عشان ما يكون في ترهل، عشان يكون فقدان الوزن بطريقه صحيه ما اضر صحتي كويس بالطريقه دي. فيمكن انا غلطت في تناول هذا المنتج، لكن الحمد لله يعني لفتره كان قصيره، بس كنت عايزه اشوف هل هذا المنتج يستحق كل هذا الاعلان في كل منصات السوشيال ميديا. لكن في النهايه انا من هنا دايره اقول لكم حاجه يا جماعه، يعني انا بشوف انه نزول الوزن بالطريقه السريعه والطريقه المبهره دي لا، يعني دي حاجه ما صحيه، وما حاجه يا جماعه بتفيدنا ولا بتفيد تخدمنا لقدام لصحتنا، لانه صحتنا حتتاثر اكيد بالنزول السريع ده. وان ما حصل اي حاجه حيكون في ترهل في الجسم. يا جماعه معلش على الازعاج، علشان انا واقفه قريب من الشارع. تمام. ففي النهايه انه انا وصلت لنتيجه انه انا لازم انزل الوزن ده ستيب باي ستيب، بخطوات بطيئه، بمعدل طبيعي كويس. حتى اني انا ذاتي حتى يعني الوزن تاني ما يرجع بسرعه، يعني انا لما افقد وزن ما يرجع تاني، وافقد الوزن بطريقه صحيه واحافظ على صحتي. فدي الحاجه اللي كنت عايزه اعملها. كل الناس طبعا كانوا منتظرين الفيديو، وقلت لهم ان انا حاخس وحانزل لكم العيد بلوك جديد. فالحمد لله. انا عايزه اقول لكم برضو حاجه تانية، انا متقبله نفسي بشكلي الحالي، بوزني ده، بوزني الزايد.
متقبلة نفسي خالص، يعني الموضوع ده بالمناسبة ما عامل لي أي قلق. فإذا يعني إذا حبيت أنزل في الوزن بنزل، وإذا حابة شكلي كده برضو بستمر يعني على الشكل ده يعني. فالتفكير في نزول الوزن يا جماعة احنا بنفكر فيه عشان صحتنا، عشان خوفا من الأمراض، عشان خوفا من يعني الوزن الزايد يعني بيخلي الإنسان يكون يعني في حمول عليه كتيرة وفي ضغط عليه كتير. فاحنا نتجنب الحاجات دي كلها ونحافظ على صحتنا بأنه وزننا يكون مناسب، يعني حتى لو ما بقى مثالي يكون مناسب. ما اقدر اطول عليكم، لكن في النهاية هي كانت كذبة ابريل. قصة ان انا اقول لكم كده، لكن لا والله انا فعلا يعني انا جربت المنتج وفي الحقيقة ما ادى النتيجة كنت منتظراها او سمعت عنها، والناس كلها عملوا ريفيوهات عنها والنتيجة فعالة والمنتج رهيب وكده. انا ما داير اذكر اسم المنتج، لكن بس بقول لكم حاجة، يعني انتوا يا جماعة ما تصدقوا اي حاجة بتتقال في السوشيال ميديا، وما اي زول بيطلع بيعمل ريفيو عن منتج معناها جربه. في ناس بيكون مدفوع لهم عشان يعملوا المنتج ده. ف يعني للأمانة يا جماعة الناس يعني تكون صادقة في الحتة دي، عشان ما الخداع ما كويس. يعني أنا ما بحب أخدع شخص بحاجة أنا ما جربتها وأكتب إنه يعني أطلع أقول إنه الحاجة دي نتيجتها إيجابية وهي في الحقيقة لا ما كده. فأنا أقول للناس، أقول لهم أنا متقبلة نفسي بشكلي ده وما عندي مشكلة في شكلي والحمد لله، يعني ما في مشكلة. أنا لو حبيت أنزل بنزل نزول طبيعي ونزول هادي وحاجة أنا أكون مقتنعة بها وتكون يعني متناسبة مع صحتي. فبشكركم شديد لمتابعتكم، بشكركم شديد لأنكم الناس بترسل لي بتقول لي عايزين نشوف اللوك الجديد وعايزين نشوفوا التغيير. أنا بقول التغيير في الروح، في تجدد الروح، في تجدد الأهداف، في تجدد الحياة، في تجدد نظرتك للحياة. ما الحياة ما بالشكل يا جماعة، ما بأشكالنا وإنما بأرواحنا. الإنسان دائما يخلي روحه متجددة وروحه حلوة ومقبلة على الحياة، ويعمل حاجات جديدة ويعيش بشكل جديد وشكل مختلف. في النهاية بتلقى نفسك إنك أنت في تغيير وتغيير للأحسن. ما أطول عليكم وأشوفكم وخليكم في رعاية ربنا وحفظه إن شاء الله. وإن شاء الله ربنا يحفظ سوداننا ويرجع أحسن من أول، يحفظ البلاد والعباد إن شاء الله يا رب العالمين. تشاو.